ازيكم؟ عملت لكم قبل كده السابليه الفرنساوي ب3 مكونات بس. دلوقتي هنعمل مع بعض بيتي فور القمع. مش هقول لكم انه احلى من بتاع المحلات عشان هبقى كده ظلمته، هو احلى لدرجه ما يتقارنش بيها ببتاع المحلات. حتى كمان لو استخدمتوا نوع زبده كويس فهو اقل تكلفه من بتاع المحلات، لان احنا بنعمل كميه في البيت. تابعي الفيديو للاخر عشان بيتي فور القمع حساس شويه، وهقولك على كل اسباب نجاحه، لان بعد تجارب كتير قدرت اوصل ايه هي الحاجات اللي ممكن تخليه يفشل معاكم. عشان كده هنبهكم بيها واقول لكم عليها. ويلا بينا نبدا الوصفه. اول حاجه عندي ده نص كيلو من الدقيق. انا مش هستخدم ال 500 جرام كلهم، انا بس وزنت النص كيلو وهاخد منه اللي انا عايزاه. في اخر الفيديو هتعرف هاخد منه قد ايه بالظبط. اهم حاجه يكون نوع دقيق كويس. تاني حاجه عندي 400 جرام من الزبده. اهم حاجه ان الزبده تكون بدرجه حراره الغرفه، واختاروا نوع زبده كويس عشان تديكي طعمه حلو في البيتي فور. اخر حاجه عندي دول 100 جرام من السكر البودره. ومعايا هنا بيضه كامله وصفار بيضه عليها فانيليا. دي مقادير النص كيلو، هكتب لكم تحت الفيديو مقادير الكيلو ومقادير النص. اول حاجه عندي هنزل الزبده، وتابعوا معايا الشرح كويس قوي عشان اسدلكم كل الثغرات اللي ممكن تخليه يفشل معاكم. بعدين هضيف عليه 100 جرام سكر وهبدا اضربه بالعجان. لو مش عندكم عجان هنضرب بمضرب البيض عادي، بس هياخد وقت اطول كتير من العجان. سواء بمضرب البيض او العجان انا هوريكم النتيجه النهائيه اللي عايزه اوصلها، سواء بده او بده. بصوا انا هفضل اضرب الزبده والسكر كويس قوي مع بعض. ممكن توقفوا تريحوا شويه وتكملوا ضرب. اهم حاجه ان انا هوريكم القوام النهائي ليه. ده شكله كده لونه اصفر، انا مش عايزه الزبده يكون لونها اصفر. هرجع اضربها تاني لحد ما اوريكم القوام بتاعها. انا عايزاه يكون لونه فاتح، يعني مش اللون الاصفر بتاع الزبده ما يكونش موجود تماما. ده اول واهم عامل نجاح البيتي فور القمع، ان انا اضرب الزبده كويس. لو ضربتيها وكانت معاكي لونها اصفر اعرفي ان انتي كده ما ضربتيهاش كويس ومش هتديكي نتيجه حلوه. انا عايزه اللون الفاتح ده. فافضلي اضربي بالمضرب، سواء بالمضرب او بالعجان، لحد ما توصل معاكي اللون فاتح تماما. بصوا ده شكله كده، هوريكم كمان شكله اوضح. ده بالظبط القوام اللي انا عايزاه، وكمان اللون. لو كان اصفر اكتر من كده يبقى البيتي فور مش هيبقى ناجح معاكم. بعد ما خلاص خلصت وضربت الزبده كويس قوي مع السكر، هبدا انزل بالبيض بتاعي. دي بيضه كامله عليها صفار بيضه ورشه فانيليا. لو استخدمنا 2 صفار هيبقى ناعم بزياده، ولو استخدمنا بيضتين كاملين هيبقى مقرمش شويه. فاحنا خلينا في الوسط، هنستخدم صفار بيضه وبيضه كامله. هرجع اضرب البيض مع الزبده كويس جدا لحد ما البيض يختفي تماما. وزي ما الزبده كانت بدرجه حراره الغرفه، كمان عايزين البيض يكون بدرجه حراره الغرفه عشان ما ينزلش على الزبده وهو ساقع فيكتلها. انا كده خلاص خلصت ضرب. هنزل بقى بنص كيلو دقيق، بس شلت منه تلت كوبايه. تلت كوبايه كده ركنتها على جنب، ولو احتجت هزود منها. تلت كوبايه يعني 3 معالق كبيره، 3 معالق من بتوع الاكل. هضرب الاول الدقيق مع الزبده كويس، وبعد كده اشوف لو احتجت دقيق تاني او لا. بصوا انا مش بضرب فيها كتير، انا بس بلم العجينه مع بعض. وكمان النقطه دي انا عايزاكم تاخدوا بالكم منها قوي. شايفين شكل العجينه هنا عامله ازاي؟ هي عجينة مش متماسكة ومش بتتمسك بالإيد، عاملة زي الكريمة بالظبط. لو لقيتوها متماسكة معاكم وبتمسكوها بإيديكم اعرفوا ان انتوا كده زودتوا دقيق، ومش هتطلع معاكم حلوة أبدا، ومش هتمشي معاكم حلوة في القمع. بصوا عارفين التلت كوباية اللي احنا شلناها، أنا أخدت منها معلقة كبيرة. يبقى احنا كده استخدمنا نص كيلو إلا معلقتين كبار. وعشان كل نوع دقيق بيختلف عن النوع التاني، فانا كل اللي يهمني من الموضوع ان انتوا تركزوا قوي على قوام العجينه وتعملوا زيها. اخدت بقى نص كيلو دقيق كامل، اخدت نص كيلو الا معلقه، نص كيلو الا معلقتين، المهم ان انتوا هتوزنوا نص كيلو دقيق وتشيلوا منه تلت كوبايه اللي هو 3 معالق، وبعد كده ابداوا زودوا. قمع البيتي فور ليه شكلين والاتنين ينفعوا. ده قمع كده سنونه داخله لجوه، وفي قمع تاني السنون بتاعته مش متنيه، وده القمع اللي انا اشتغلت بيه. هجيب الصينيه اللي هتدخل الفرن وابدا انزل فيها البيتي فور بتاعي. شايفين العجينه بتنزل بكل سهوله ازاي؟ دي كده علامه نجاح البيتي فور. لو بينزل معاكم بصعوبه اعرفوا ان انتوا زودتوا دقيق. بينزل من القمع بنعومه جدا وبكل سهوله. ولو عايزين تعملوا بيتي فور المكنه هتزودوا شويه دقيق، تقريبا معلقتين او 3 معالق، ان هو بس تبقى العجينه متماسكه شويه. اما بيتي فور القمع العجينه بتاعته بتكون ناعمه جدا وطريه. عملت شويه ابيض، وباقي الكميه حطيت عليها معلقتين صغيره من الكاكاو الخام الغير محلى، وحطيت كمان عليها معلقه زبده عشان القوام يفضل زي ما هو، والعجينه ما تنشفش معايا من كميه الكاكاو اللي انا نزلتها، لان الكاكاو يعتبر زيه زي كانك زودتي معلقه دقيق. ما تزودوش الكاكاو وتغمقوا لون العجينه اللي بالشوكولاته، عشان هي لما بتدخل الفرن بتغمق. هحطها بقى في كيس حلواني وابدا اشكل.
انا كده خلاص خلصت الصواني بتاعتي، هدخله فرن ساخن مسبقا على درجه حراره 180. اول بس ما البيتي فور ياخد لون من تحت هطفي على طول. ده البيتي فور بتاعي بعد ما خرج من الفرن، شايفين اخد لون حلو ازاي؟ استوى والنقشه بتاعته ما راحتش. دلوقتي بقى وقت التزيين. انا جبت شوكولاته دريم بالحليب، حطيت عليها معلقه زيت وسيحتها في الميكرويف او على حمام بخار، وعندي بقى هنا مكسرات وشويه حاجات للتزيين. بصوا انا بحب ازين البيتي فور بالشوكولاته، ما بحبش ابدا ابدا المربى. كمان المربى بتطري البسكوته بعد كده. انا هجيب بيتي فوريه واحط عليها نقطه صغيره قوي من الشوكولاته، وبعدين اقفل عليها بيتي فوريه تانية. وبعدين بقى هجيب البيتي فور واغطس كده نص في الشوكولاته، وبعدين احطه في المكسرات. انا كده خلاص خلصت الوصفه بتاعتي. اتمنى ان انا اكون وصلت لكم كل حاجه خاصه بالبيتي فور واكون خفيفه على قلبكم. فضلا لو عجبتك الوصفه تعملي لايك للفيديو، وما تنسيش تشتركي في القناه لو لسه مش مشتركه، وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. واستنوا مني باقي وصفات العيد. مع السلامه.